وعايزين ناخد رايك في الاسعار اللي في الشارع والازمات والكلام ده. انت ايه رايك سيادتك؟ والله يا باشا الاسعار ارتاحت ومية مية وما فيش غلا. انا رحت جبت انبوبه يا باشا، ادوني انبوبه هديه فيها. قال لي انت مبروك كسبت انبوبه كبيره هديه. اقول لك مبروك كسبت انبوبه هديه. ايوه والله. رحت جبت عيش من الفرن، الرغيف بشلن قد كده. قد ايه الرغيف؟ قد كده والله. والله رحت جبت خياره من شهرين قد كده، الان مراتها تخلص. مش عمالها فيها مراتها تخلص. الخياره بقى لها شهرين مش عايزه تخلص. والله مراتها تخلص على ايام السيد المشير السيسي. ربنا يخليه لنا يا رب. الراجل يعني تروح تاخد انبوبه هديه فوق. يبقى احنا في ايه تاني نعمله؟ وبالنسبه للشباب اللي عايز يتجوز، الشباب اللي متجوز يا سعاده الباشا نقول له اشتغل. واللي متجوز نقول له لا اشتغل وامنع البرشام. شريط البرشام يا باشا بقى ب 250 جنيه دلوقتي. انت اخر مره جبته بكام؟ انا ما باخدوش يا باشا. انا كبيري برشام ابن فرشين او برشام تاريخه. باخدها انا. كوبايه الشاي دلوقتي باخدها من القهوه بجنيه. وقت بيت بنص جنيه الشاي. طب انت ايه رايك في السيسي؟ احسن واحد. انا اول واحد يا ما في الانتخابات اديت صوتي لي. اول واحد مرشح السيسي انا. طب ورئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء الاستاذ ابراهيم محلب. جه الراجل عن السيره ووقف وقال لهم يا جماعه انتوا اخواتي، اللي مش عايز يوقف طابوره انه هتبقى انبوبه الخيط. انت دلوقتي بتقول انت جبت رغيف كان قد ايه؟ ادي كده. ده بكام ده بقى؟ ده مش طالع معايا في الكادر الرغيف. والله ادي كده. طب ممكن بص والله يا معالي الوزير. يا كذاب. يا معالي الوزير الرغيف ابو شيرين اهو. نص جنيه والله. دي بشيرين. ده بنص جنيه. دي بشيرين. دول فاشلين البلد. دول يا ابني دول هم بتوع المرسي. دول تبع مرسي. يا باشا اهو كيلو بشيرين جايبه من الفرن. هم بتوع التومين. عمل لنا تومين وبنجيب عيش. واللي بيزيد من العيش بنجيب بيه تومين. حرام نصاب يا منافق. دي اخواني.